ب20 جنيه النهارده هنعمل احلى ملوحه مخلله جميله جدا يا جماعه، وفي 3 دقايق مش هتاخد اي وقت خالص. عندي كيلو بسارية غسلاه كويس جدا عندي ومصفياه لمده ساعتين من اي ميه يا جماعه. بجيب بقى عندي هنا 3 معالق كبار من ملح التخليل، على معلقه صغيره من الكركم، وكمان معلقه صغيره من الشطه. اقلب بقى كده معايا البسارية بالراحه خالص علشان مش تتهري منك هنا بقى. بس انا هزود كمان معلقه ملح كبيره معايا ما شاء الله. أسرع ملوحة يا جماعة، سهلة وبسيطة وما خدتش أي وقت وموفرة جدا وأحسن بكتير من اللي بتتباع بره بجد ما شاء الله. هنا بقى أنا ظبطت عندي البسارية كده، بروح حطها عندي في علبة التلاجة عليه. بحط بس بالأول بحط في علبة التلاجة كده معلقتين من الملح كبار، وبرص عندي بقى ايه احلى ملوحة يا جماعة ما شاء الله. سهلة وبسيطة وبتنزل صوص خطير، اللهم بارك. وهنشوفه دلوقتي مع بعض الصوص معاكم ما شاء الله. انا هنا بقى رصيت عندي الملوحة كده الجميلة دي. بروح بقى جايبة عندي الزيت يا جماعة. الزيت ده سر من اسرار الملوحة معايا ما شاء الله، شايفين؟ بس بخلي الزيت يدخل جواها، اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ واروح مظبطه تاني كده ومعلقه كبيره كمان من الزيت على الوش، واغطي عليها بقى واسيبها عندي ليله كامله عندي على الرخامه. وبتفطري بيها بقى، بتبقى معاكي احلى بسارية خطيره جدا. شايفين لونها جمالها؟ اللهم بارك. تكفي ان هي من ايدك يا ست الكل. تعالوا بقى نقلبها دلوقتي مع بعض. تاني يوم بقى فتحناها دلوقتي، اللهم بارك. شايفين حضراتكم شكلها عامل ازاي؟ والصوص اللي انا بحكي فيه، اللهم بارك. بألف هنا وشفا. اتمنى حضراتكم تابعوني على اليوتيوب، واتمنى تشيروا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.